تحية نضالية في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. تحية لكل من ضحى بغالي والنفيس من أجل أن يعبد هذا الطريق لبلوغ وطن الحرية، وطن الكرامة، وطن العدالة الاجتماعية. يكون الجوع دون مجاعة، شعب أسير معتقل دون قربان. فمن الحالي أيضا أن نعطي رأينا في مسألة السينما خاصة متعلقة بالناظور. لا نجد تركيز على معاناة أبناء الناظور وكل أبناء المغرب الذين يموتون في قوارب الموت طمعا بالجنة الأوروبية وبالفردوس الأوروبي. الناظور مليئة إلى آخرها بأناس من أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون أوضاع مزرية، يعيشون أوضاع غير إنسانية لا تليق لا بكرامة الإنسان ولا بأي إنسان على وجه الأرض، لكنهم فعلا يعيشون هذه المأساة. السينما هي متنفس تعبر عن معاناة الشعب، تحضر السينما الواقعية. لذلك هذه المعاناة، هذه الآلام التي يعيشها الشعب في كل بقاع العالم، خاصة بأمريكا اللاتينية، وما تحمله هذه القارة من دلالات إنسانية عميقة، من تاريخ، من نظام، كل أشكال الاستغلال في مختلف المستويات. لأننا نرى بأن حتى السينما تحتوي في جوهرها نوعا من النظام، فما يعجز عليه الفرد بسبب قمع المهول وبسبب الإجهاز على حرية التعبير وعلى حرية إبداء الآراء الفكرية والسياسية والاجتماعية، نجد بأن السينما تأخذ على عاتقها هذه المسألة وتوصل معاناة ذاك الشعب في قالب سينمائي معبر ليوصل هذه الفكرة إلى عموم أبناء الشعب على المستوى العالمي. على المستوى كل المتعلق بتخصصات النظر، الطلاب والطالبات أكيد هم ليسوا بمعزولين عن باقي الجامعات الأخرى، لكن متميز في الكلية بأنها الكلية الوحيدة في المغرب التي يقوم تعليمها على الجانب الحضوري، أكيد مرفوقا بتدابير احترازية صارمة مرتبطة ومواكبة لعملية التحصيل الحضوري للمواد الدراسية ديال الطالب. هذا مكسب لكلية سلوان بفضل النظارات الجمعية الطلابية المنضمة تحت رواية الطلاب الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وهذا المكسب كذلك تستفيد منه المشرفين والسائرين والمقيمين على إنجاح هذه الأمسية السينمائية. كذلك لكي لا يفوتنا الجانب الأهم في المداخلة، لكي لا أطيل على السادة الحضور، فإننا مقبلون على الانتخابات الشكلية التي تعد أو تقام غالبا في كل 4 سنوات أو كل 5 سنوات. يستغلون كل مطية ليمتطوها من أجل أن يصلوا إلى حكومة لا تشارك في الحكم، إلى حكومة شكلية محكومة. وبالتالي فكل المسائل المتعلقة بالفن والأدب إن لم تلامس جوهر القضايا الإنسانية، إن لم تلامس عمق معاناة الشعوب على المستوى العالمي، لأنه السينما هي ليست أداة لعرض المشاهد، وبالنسبة هي أداة لتوحيد الشعوب. فنحن نعرف الشعوب التي انطلاقا من السينما، وانطلاقا من السينما هم كذلك يعرفون، وبالتالي هي وسيلة للتواصل، التناقح الثقافي، التناقح العقائدي، التناقح الاجتماعي والمجرى. لكن الإشكال في الأمر إن كان هنالك استغلال للأدب، للفن، للمسرح، للسينما في الجانب السياسي، فهنا يكون إشكالا وخيما ينعكس سلبا ونقيضا لأهداف السينما النابلة. لكي لا أطيل عليكم أختتم بأبيات: إن كنت تبحث عن خدمة لا تكن خادما للحكومات، قل هي الخادمة. إلى هنا عشتم أحرارا، عشتم وعاش الوطن لأمثالكم، لن تسقط الراية، لم يمر التخاذل، وعاش الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. شكرا لمرافق الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
وجميع الطلبة يمكنهم حضور فعاليات هذه التظاهرات السينمائية.